صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم ما كنتش غنصور دابا ولا نقول والله تنصور باش هكا نجركم شويه معايا اختي اللي ناعسه ودايره المانطه باقا في الفراش، نوض نجرها معايا باش تجيو ديروا شويه ديال لا مارش. وكيف ما دائما كنقول لكم انا ماشي ديما كنجي هنا العين ديال، المهم هنا انا في عين ديال بعدا التليفون كيتزعزع حيت كندير لا مارش. وكيف ما قلت لكم انا ماشي ديما كنجي هنا في الموالاني كندير لا مارش، يا اما هنا يا اما الفوق في كاليفورنيا. المهم هادو جوج ديال البلايص ليسونسيال هو اننا نتمشاو ماشي المهم فين. البنات اللي دخلوا عندي في لي كومونتير كيكتبوا لي بغينا نحيدو الكرش، حتى انا وحده منكم ما كايناش شي وصفه سحريه كنحيدو بها الكرش من غير لا مارش، نظام غذائي صحي. وهذاك هو اللي مازال انا ما قدرتش نديرو، مازال كويسيله فيه، ولكن الحمد لله كنخرج كندير لا مارش. المهم خليكم معايا حتى لا كان شي حاجه جديده كنبارطاجيها. اللهم بارك اللهم بارك. ضربنا تقريبا 10 كيلومتر من ميغاراما حتى موروكومون. من ميغاراما حتى موروكومون كاين 4 كيلومتر و 600، يعني الي روتور غضربوا 8 كيلومتر 9 كيلومتر و 200. ايوا هذا ما كان. صافي وهنا كنا رجعنا. هاد البلاصه هذه راكم كنظن انكم عرفتوه، هذاك الكلوب اللي كاين هنا حتى ماكدو. صافي هنا كنا مشينا وجينا تقريبا كانت هنا شي 10 ديال الصباح. ما شاء الله تبارك الله الجو فين. شوفوا لي هاد الحمامات شحال فنين. صافي مشينا درنا لا مارش، صافي قلنا ندوزو نجلسو نشربوا واحد القهوه، ولكن كنا مشينا حتى للطوموبيل وهزينا وعاد جينا لهاد القهوه هذه اللي كنجلسو فيها دائما هنا في عين دياب. كتكون زوينه وخاويه ومحترمه الصراحه، عائليه. ولكن حطيت هكا كافي كريم وخديت غير توست فرomاج وفرomاج روج، ما بغيتش نثقل بزاف في الفطور كيف ما عرفنا. المهم درت لا مارش ما خصناش ناكلو بزاف. وعاد كيف ما قلت لكم خرجت كان خاصني شي قضيه مشيت جبتها منها اختي شاورما دجاج، وجبت لي عطري ديال شاورما. ودابا غنبارطاجي معكم الطريقه، خليكم معايا ما تشوفيش. جمعت شعري كيف ما قالوا لي يا اختي البنات، قالوا لي ولي تجمعي شعرك كيبان وجهك. ها انا اختي ما يكون على خاطركم. عرفتي هاد القضيه البنات ديال جمعي شعرك باش يبان وجهك، كانت كتقولي لي ماما ملي كنا صغار، ملي كنت صغيره كانت ديما ضاربه معايا هي تجمع لي شعري الفوق وانا لا، انا كنبغي نهبط دائما القصه ونبغي نهبط على وجهي. المهم ولكن دابا صافي عرفتكم بحالكم بحال ماما عندكم نفس الراي. المهم دابا اختي نجي ندوزوها. انا درت غير هادي غنبقى بهاد الكسيوه صافي اختي ما فيها اللي يبدل. بطبيعه الحال دخلت من الزنقه غسلت يديا، ودابا اختي غادي شوفوا ضروري من القهوه، شربت قهوه وحله. المهم دابا غنبارطاجي معكم طريقتي في الشاورما. المهم كتمشيو عند اي واحد عطار كتاخذوا من عنده العطريه ديال قلت لكم الزيتون والكورنيشون، كتاخذوا من عنده العطريه ديال الشاورما فيها واحد الريحه خطيره البنات. صافي وخديت الدجاج، كتقولوا لي الدجاج قطعوا لكم الطريقه ديال الشاورما، نقولوا لي من الاول يقطعوا لكم ايمانسي بحال هكا. المهم انا دابا غنديرو في واحد البول وغنغسلو وغادي نوريكم كيفاش خصو يكون مقطع بلا ما تقطعوه نتوما. المهم بلا ما تقطعوه نتوما زعما صافي جيبو مقطع مصايب ناضي، فهمتي؟ داري ما فيناش الصبر. المهم انا قطعوا لي بحال هكا، شفتوا صغيور. عرفتي فن هاد التقطيع احسن ملي غنقطعوا. انا اول حاجه كنديروها كنرقدوا الدجاج ديالنا في الماء والحامض اولا الماء والخل والملحه، كنخليهم مرقد تقريبا غير واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق، لان هاد الدجاج هذا كان عنده ديال الكونجيلاتور يعني بيت من قبل. صافي غنخليه حتى يترقد واحد شويه. وهاد اثناء الدجاج ديالي درتو باش يترقد غادي ندوز باش نطيب ليه في الفريت كناخذها البنات انا من بيم، كناخذ هذه اللي كتكون موجوده لانها كتجي واعره في الاير فراير وما كنديرش فيها الزيت نهائيا. وهانتوما كندير واحد الكميه اللي غتكفاني. المهم هذا الشيء اللي درت ما كندير لا زيت لا والو. البنات اللي بغيتو ترشوا عليها واحد الرشيشه ديال الزيت رشوها، انا ما كندير فيها والو. صافي دابا غنديرها في الاير فراير.
الفريز. المهم كيف ما شفتوا معايا البنات ديجا هنا من درت الفريس كطيب، وجدت هنا شويه ديال الزيتون، اغلبيه ما كيديروش فيها الزيتون انا بغيتو. درت الكورنيشون كتحمقني بديك الحموضه ديال الكورنيشون. خديت مطيشه اللي قطعتها رقيقه، شوفوا لي بالقشره ديالتها رقيقه. وهنا شوفوا لي بصيله حتى هي مقطعه رقيقه بحال هكا، شفتوا. المهم كاين اللي كيشلطها، انا كتعجبني بحال هكا. وهنا دزت باش نبارطاجي معكم لا ماريناد اللي كندير الدجاج. كندير فيه لا كريم فريش، الا ما عندكمش ممكن تعوضوا بياغورت يكون مسوس، يعني بدون سكر بدون نكهه. درت الملحه. خصكم ضروري كيف ما قلت لكم ديروا العطريه ديال الشاورما اللي ديجا بارطاجيتها معكم في الاول ديال الفيديو. غندير شويه ديال البزار، شويه ديال سكينجبير. اللي بغات تضيف الخرقوم البلدي اللي كيكون مطحون ضيفوه على حسب اللون، وما تكثروش بزاف باش ما تحيدوش النكهه ديال الشاورما اللي كتكونوا دايرين. صافي هادو هما المقادير. هنا غندير تقريبا 2 معالق عامرين صغار ديال العطريه ديال الشاورما، لان هي اللي كتعطي ديك اللذه الزوينه بزاف. وغندير واحد المعلقه صغيره ديال لا موطارد. صافي هادو هما لي زانغريديون، يعني هذه هي الماريناد ديال الشاورما. المهم حتى تقولوا لي هنا حتى غادي نخلطوا هادشي مزيان باش كتصاوبوا مزيان الشاورما مزيان. لا نخليوه يعني انا هذه الطريقه المعتمده عندي كتجي رائعه جدا. جربوها وردوا عليا درتها خليتها تقريبا شي 10 دقائق. قولوا لي خصك وصافي بديت كنطيب فيها حتى ربع ساعه. قولوا لي والله تنصطيع فيها ضغط الربيع. المهم ما عليناش دابا اختي السر ديال هاد الشاورما باش كتجي زوينه. هاد السر هذا كتورثو لي واحد الصديقه ديالي كنقول لها السلام تحيه من هنا ليها، راه غتعرف سميتها هي وغتعرف شكون. المهم قالت لك زعما فاش كنا كنهضروا على الطريقه ديال الطياب ديال الشاورما زادت لي واحد المعلومه غنبارطاجيها معكم. الا بغيتو السر ديال الشاورما انها تجيكم محمره بحال اللي كطيب على برا، ديروا المقله حتى تسخن مزيان وعاد ديروا فيها الزيت ورميو فيها هذيك الشاورما اوتوماتيكمون كتحمر وكتحرك، ما كتجيش طارقه داك الماء ديالها. المهم خليكم معايا نديروا هذه الطريقه. وغنحطوا المقيله ديالنا وغنخليوها حتى تسخن مزيان وخليكم معايا. وغنساوش هاد ما نكونش دوختكم معايا من حاجه لحاجه. صافي دابا دزت باش نصايب ليه العصير كيف ما قلت لكم. درت فيه غير لافوكا والبنان، وغندير فيه شويه ديال المكسرات، ما غنديرش فيه السكر لانني كندير غير التمر والحلاوه ديال البنان. وهنا هادو هما التميرات اللي غندير في العصير، وبطبيعه الحال ما غاديش نلوح هاد العظومه هادو ديال التمر. وفي الاخر ديال الفيديو غنحط لكم واحد الوصفه خطيره للشعر بهاد العظيمات هادو. وهنا غنرجع للمقيله ديالي، زدت فيها واحد شويه ديال الصوجه، ها هي شفتوها. دابا غنحرك هادشي مزيان حتى يتشحر. صافي هذا هو الشكل ديالها، شوفوا لي محمره ومجمره جات فنه. نعمر دابا الشاورما ديالي كتجي ساهله. وجدت هنا البلاطو هكا باش ملي يجيو الوليدات، هنا اختي غاسله المعلات. المهم باش ملي يجيو الوليدات يلقاوني موجده لهم ديجا هذا كوتي
صافي. وهنا غنبدا نعمر في الشاورما ديالي. اول حاجه كنديروا البصله كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، كاين اللي كيشلضها لا هي لا مطيشه، انا كيعجبوني نديرهم هكا وكيجوني رقاق وزوينين. صافي نديروا بصله مطيشه كورنيشون وشويه ديال الزيتون، وبطبيعه الحال الشاورما اللي ديجا طيبناها كنشوفوا ليا جات محمره تبارك الله، كتجي بنينه وكتجي معلكه. حاولوا غير تعمروهم هادو في البلاصه ديروهم في المقيله يتشحروا، وفي البلاصه يعني تسخنوا داك الطوست ديالكم وتاكلوهم، لان ما طيشه في هذاك العيش خصوصا العيش ديال الزرع ما كيصبرش نهائيا البنات. يعني الناس اللي غيبغيو يديروا لوليداتهم شاورما ولا شي تاكوس في ليكول، هاد العيش هذا اللي كيكون بالزرع راه ما كيصبرش نهائيا، دغيا دغيا كيتقطع البنات. صافي هذه هي الطريقه كيفاش كنلويوها. كنجمعوا على دوك الجنيبات وكنلويوها كتجي دايره، وكنحاولوا ندخلوا ليها هكا هذيك القنيتات ديالها باش كتجي مجموعه. صافي كناخذ هنا واحد المقيله. بالنسبه للشاورما كنديرها انا في المقله، لان هذا ماشي تاكوس يعني ماشي في الاله ديال بانيني، وكنبقى نقلبها من الجوانب ديالها كاملين حتى كيتحمروا ليا. وصافي هذه هي الطريقه ديالها ساهله ماهله وكتجي زوينه ولذيذه. وبالنسبه للناس اللي متبعين شي حميه كنظن انها ما يعني ما كتزيدش في الوزن، لان فيها غير الخضر ويعني والبروتين الدجاج، ودرتها في هذا العيش هذا اللي كتشوفوا يعني ديال الزرع. صافي هذه غنبقى نحمر فيهم باش بحال يكمل الطياب ديالو. وهذا مكان كيجي الشكل ديالها هو هذا. نتمنى لما تجربوها وتردوا عليا. هذيك الصوص البيضاء ممكن ديروا غير المايونيز، وكيف ما ممكن انكم تصاوبوه في الدار. ان شاء الله في الفيديو الجاي نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش تصاوبوه. ايوا صافي الفريت ديالي طيبتها في الاير فراير جات كتحمق. وهذه هي الغديوه، غديوه وكوتليت في نفس الوقت. مع حنا فطرنا في القهوه صافي ما جاناش الجوع دغيا، خلينا حتى جاو الوليدات مع 4:30 يعني كان هنا تقريبا شي 4:30 ولا 5 باش حطيت هاد الغدا. وهذا هو العويصه ديالي. وهنا غنقول لكم الصحه والراحه، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. ودابا غندوزو اختي نكملوا الروتين ديالنا مع الحويدقه اللي كتعاونني دائما، واللي هي الغساله اللي كنقول لكم كلكم يا ربي تسهل على كل وحده باش تقدر هكا تاخذها. صراحه هذه بحال الرحمه ديال الله عندكم، هي العجانه كلشي هادشي صراحه كينفع بزاف. وهنا كيف مشتوا معايا بارطاجيت معكم هاد التشيشه اولا البلبوله اولا حساء بالاعشاب اللي كيجي لذيذ. كنظن ان ما دايرينش فيه الحلبه، ولذلك استهناو تقريبا واحد 10 ديال الحبيبات ديال الحلوه مع هاد الجو هذا اللي ما كايناش الشتا. بزاف ولينا كنمرضوا زعما الله يرحمنا يا ربي. كما لاحظتوا معايا درت فيها البصله الثومه والزيت البلديه بطبيعه الحال كتجي لذيذه. البنات جربوها هكا العشاء وحتى الفطور كتجي رائعه جدا. من بعد ما درت الشيشه ديالي كطيب دزت باش نبارطاجي معكم هذا الكيك. هذا الكيك غيولي عندكم معتمد الا جربتيه، ما فيه لا طراب كهربائي لا والو، وساهل وغير زوج ديال البيضات. هنا كيف ما شفتوا معايا خدينا واحد البول درت فيه زوج ديال البيضات، كاس مع عمر ديال السكر. كما شفتوا راه الكاس غير صغير، يعني ما ماشي الكاس ديال العنبه، الكاس صغير بزاف، يعني العبار ديال هذا الكيك كيجي غير صغير.
درت كاس ديال السكر سنيده، درت 2 ديال البيضات وقبصه ديال الملح، واحد الساشي ديال الفاني. كنضرب هاد المكونات مزيان مزيان حتى كينسجموا، كيبان لنا الخليط بحال غيبدا يبيض وكيتقال. هنا غنضيف الزيت نفس القياس اللي عبرت به السكر، هو نفسه زيت هو نفسه حليب. يعني الا عبرتو بكاس يعني ديال اتاي صغير نفسه غديروا فيه كاع العبارات. صافي هنا غنضيف كاس الحليب، الا عندكم ياغورت ممكن ديروا كيجي بنين. وهذا هما المقادير. هنا غنضيف الدقيق الابيض، تقريبا هزت ليا 3 الكؤوس من نفس العبار اللي عبرت به الكاس ديال الحليب. نتمنى يكون هكا الفيديو واضح. ضروري ما نغربلو الدقيق قبل ما نديروه باش كتجينا الكيك خفيفه وهشيشه بزاف. صافي غادي نحركوا هاد المكونات غير بالضرب اليدوي. غندير غير خماره وحده حيت ما بغيتهاش تجيني طالعه. والسر ديال هاد الكيك هذا باش كيجيكم بنين بزاف بحال الشكل ديال الميروندينا هو انها ملي كتخلطي الكيك وكتسالي كتضيفي نص كاس ديال الماء غليان. كيف ما قلت لك نص كاس ديال الماء غليان البنات. وهنا غنضيف الشوكولا. هاد فيرميسيل كتعطي واحد الشكل زوين لهاد الكيك هذا، كيبقى اختياري ولكن من الافضل انكم ديروه لان الشكل ديالها كيجي زوين. صافي غناخذ واحد المول اللي غندهنوه بالزبده والدقيق، غنفرش فيه ورق الفرن باش نيفيتي انها تلصق ليا، وندخلوها للفران. كنشعلوا عليها غير من التحت، كنخليوها حتى كتكمل الطياب، كنحسوا بها تنفخات شويه، من بعد كنشعلوا عليها من الفوق. دزت هنا باش نحضر الكريمه اللي كنستعمل فيها معلقه كبيره ديال المايزينا اولا الدقيق، ممكن تعوضوها بالدقيق. ديروا الساشي ديال الكاكاو، واحد فلون ديال الشوكولا، وواحد الساشي ديال الفاني. السكر على حسب الذوق، انا هنا درت 2 معالق. كنحرك هاد المكونات جيدا كما كتشوفوا معايا في الفيديو، ومن بعد غنضيف لهم 4 كاس ديال القهوه. انا القهوه معصره هذه درت 4 كاس و2 كيسان ديال الحليب. هاد الكريمه اي واحد غيذوقها غيتصحابو كياكل دانيت ديال الشوكولا، تماما دانيت ديال الشوكولا. وكيف ما لاحظتوا انا استغنيت على اني نضيف قطع ديال الشوكولا غيش. هو الناس اللي كيبغيو يضيفوا فيها الشوكولا غيش في الاخير كاع ملي كتعقد هاد الكريمه كتجي واعره بزاف، ولكن انا صافي ما درتهاش وجاتني بنينه بزاف. المهم نتمنى انكم تجربوا هاد الكيك هذا وتردوا عليا في لي كومونتير. صافي كنحركوا هادشي على البارد وكنديروا فوق البوطه وكنبقاو نحركوا فيه. ما كتجيش عاقده بزاف هاد الكريمه لاني درت غير معلقه وحده ديال النشا وفيها فلون، وانا اكسبري بغيتها تجيني كريميه. يعني كيف ما قلت لكم كتجي تماما دانيت شوكولا، ودانيت كيف ما كنعرفوا راه كيجي غير ثقيل شويه ما كيجيش واقف. هنا هذه هي التشيشه ديالي من بعد ما طابت، كتخليوها طيب. حاولوا ما تسدوش عليها باش ما تفيضش ليكم. صافي بقاو تحركوا مزيان مزيان. هاد الكريمه هادي كتجي الشكل ديالها واعر وبنينه بنينه بنينه. نصيحتي لكم انكم تجربوها في هاد الويكاند ان شاء الله. صافي من بعد غنحيد الكريمه من فوق البوطه ونغطيها بواحد البلاستيك غذائي يكون ملامس للوجه ديالها باش ما تكونش لكم ديك القشره. الكيك ديالي ها هو خرج من الفران. ناخذ هكا شي بورت كيك ونحطوه هانتوما كتشوفوا. ملي كديري داك ورق الفرن ولات كتوحل ليا الهضره. ملي كنديروا ورق الفرن كيساعدنا باش هكا كتقلب دغيا دغيا الكيكه ما كتلصقش ليكم. وصافي هنا غنحاول نحيد دوك الزوائد ديال الدقيق. المهم نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم. واللي اول مره كتشوف القناه كنقول لك معك هاجر من قناه ريان. ما تنساوش تشتركوا في القناه. البنات وليتو كتنساوني من لي لايك، نتمنى ديروا اللايك. اللايك البنات ما كنتخلصوش عليه اللايك غير كيعاون الفيديو باش كيتشوفوه الناس بزاف. الا بان لك هذا الفيديو انه فيه اختي بزاف ديال المونتاج وفيه بزاف ديال التصوير، نتمنى انك تبارطاجيه مع الناس اللي كتعرفيه، ونتمنى انك ما تنسينيش من اللايك. وصافي هذا ما كان. المهم الفيديو بديت لكم بالطاقه الايجابيه كيف ما العاده، وساليت لكم بالحداقه اختي. ضروري كنبارطاجي معكم روتين زوين ديال النهار كامل. واخا هذا النهار كان مشارجي اكثر من هكا، ولكن ما قدرتش نصور لكم اكثر لان غيجيكم الفيديو طويل بزاف وغيجي ممل.
وهذا ما كان. دابا نرجعوا اختي الكيك ديالنا. بالنسبه للكيكه البنات انا زينتها تزيين عشوائي، خديت لهنا غير معلقه ديال الكراميل، نيس لي كراميل ودرتو هنا وزوقتها بهذه الطريقه هذه. وراكم عارفين الوليدات الصغار كيحماقوا على هاد الشوكولا وكراميل، كل ما هو شوكولا وحلاوه كيحماقوا عليه. الله يحفظهم والله يعطينا صحيحتنا باش نكونوا معاهم، والله يعطينا الرزق باش نفرحوهم يا ربي يا ربي، والله يهديهم لينا كاملين. وهذا مكان. وهنا غنقول لك اختي كان هذا هو الفلوق ديالي، نتمنى انه يعجبك. المهم شاركت معك روتين من نهاري كامل. غنقول لك هنا بسلام عليك وخليتكم في امان الله وحفظه. وقبل ما نسد هذا الفيديو بغيت نشكركم كاملين البنات وحده بوحده. الله يحفظكم ليا ولا لا يخطيكم عليا، والله شكرا لكم بزاف بزاف على حبكم ليا ولا تعاليقكم الزوينه اللي كتخلي ليا واحد المورال زوين. انا كنبارطاجي معكم هذا الشيء بحب، وتنتوما كنلقى تعاليقكم كلها عامره حب وكلها عامره يعني كلمات طيبه. الله يجعلها لكم في الميزان المقبول يا ربي، ولا لا يخطيكم. والله البنات الا كتفرحوني بزاف بزاف بتعاليقكم ولو غير داك القليب كنفرح مني كنلقاهم. ومهم صافي هذه هي الحليوه ديالي، قطعتها وريتها لكم كيفاش جات، وهنا وريتكم التشيشه ضمانا على ان الكيك واعر. عطيتهم غير يذوقوا كملوا هذاك المرسول اللي قطعت في الاول. هنا نقول لكم بسلامه، خليتكم في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في فلوق جديد. باي باي.